السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. ودابا غادي ندوزو نصايبوا الطنجيه، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير ديال الطنجيه. كما شفتوا الطنجيه راها كتجي بنينه وزوينه، ونتمنى تعجبكم وتجربوها. صافي دابا غادي ندوزو للمقادير ديال الطنجيه. كما شفتوا معايا عندي هنايا الطنجيه كتهز تقريبا شي كيلو ونص. بعد ما صلبتها درت فيها واحد البصله مقطعه وشويه ديال الزيت والعطريه وطيبتهم مزيان، ومن بعد رميت هذيك البصله وديك الزيت وخليتها حتى بردت مزيان، وعاد غسلتها وخليتها نشفت. يعني ما خصش يكون فيها الماء نهائيا، تكون ناشفه بحال هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما نشفت مزيان غادي نجيبوها باش غادي نديرو فيها هاد اللحم انا ما عبرتوش، راكم عارفين العيد كنشوفوا غير الطروفه اللي زينين ونديروهم. صافي غادي ندير فيها هذا اللحم اللي غادي تهز ليها الطنجيه هذه. صافي من بعد ما عمرنا الطنجيه ديالنا باللحم غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت البلديه، كاس العنبه، عندي هنا 2 معالق ديال السمن، عندي هنايا كاس الماء غادي ندير فيه داك ضمط البنه ونخليه يطلق. واللي عنده داك يعني داك زعفران شعره يقدر يديرو حتى هو راه كيجي زوين فيها. حنا ما عندناش متوفر، عندنا غير هذا ضمط البنه. عندي هنايا معلقه ديال الكمون ما مطحوناش، غادي نحكها هكا بين يديا وغادي نضيفها. عندي معلقه كبيره. صافي دابا غادي نديرو الحامض مسير، غادي نديرو حامضه كامله، غادي نحيد منها داك العظام وغادي نحيد داك اللب ديالها، وغادي ندير غير داك القشره. وعندي هذا الحامض مع الحامض مسير عندي قديم، يعني حايل يعني واحد المده طويله، يعني طايب مزيان. هذا الحامض هذا كيجي زوين في الطنجيه. صافي غادي ندير هذيك الحامضه كامله نقطعها على هذا الشكل هذا وغادي نديرها. وغادي نزيد داك الكاس ديال، غادي نزيد الثومه. اول حاجه ثاني حاجه غادي نزيد الثومه انا قشرتها، كاين اللي كيديرها بالقشور. صافي درنا هاد السنينفين ديال الثومه. غادي نزيد هاد الكاس ديال الماء اللي فيه زعفران شعره، هذا هو اللي كنطيبوا فيه هذاك اللحيمات، ما كنزيدوا لا ما لا حتى شي حاجه من غير هاد الكاس هذا. والشحمه والسمن بطبيعه الحال والحامض، كل حاجه كتطلق شويه ديال الماء. والطنجيه كطيب يعني على خاطر خاطره. صافي دابا غادي ندير لها واحد الكاغيط نتاع الطهي وغادي نزيرها بالسلك مزيان على هاد الشكل هذا. وهي خصها تزير مزيان باش يعني النفس ما تخرجش، وديك النفس ديالها اللي كتبقى لداخل هي اللي كطيب فيها الطنجيه، يعني كتعرق وكطيب. صافي دابا غادي نزيروها مزيان، غادي نعيط لولد اختي يزير هذا السلك هذا مزيان باش يشد لنا ويدير له واحد بحال هكا يلوي داك الطرف اللي باقي ونديرو له اليد. صافي كما شفتوا انا جبت واحد السطل هنايا كبير وعمرته بالجمر وخليته طاب، يعني حتى ولا زاند مزيان. وغادي نخلي النار طيح، ما غاديش نخليها يعني تكون مزيان زانده مزيان باش ما تطرطقناش الطنجيه. دائما كما شفتوا ملي كنكونوا كنتفرجوا في شي فيلم وكان يعني نشوفوا المراكشيين كيديو الطنجيه طيب، يعني كيطيبوها غير في ديك الرماد. ديك الرماد كتكون فيه واحد الحراره كطيب الطنجيه على خاطرها. دابا انا نقصت شويه من النار، خليتها طاحت شويه بحال اللي بدات ترخف من ديك النار اللي فيها، وديت لها واحد الحديده هكا غير الاحتياط باش ما تحرق باش ما تطرطق. صافي حطيتها في السطل وزدت عليها شويه الفخر مع الجناب، يعني مع الجوانب باش ما تبقاش هكا خضرا كما سمعتوا. ما عاديش تسمعوا معايا هذيك التكتيكه ديال الطنجيه وهي كطيب. وانا خليت الطنجيه تقريبا فات السطل 2 سوايع، يعني غادي تكون طابت على خاطرها، ولكن انا غادي نحلها معكم باش نشوفوا المفاجاه كاملين، واش تحرقات واش طابت مزيان.
ما نعرف دابا غادي نحلوها. هاد الطنجيه دايره كي علبه المفاجآت. المهم من فوق راها كتبان مزيانه، من الوجه راها كتبان هي هذيك. دابا غادي نحلوها، غادي نضيفوها في الغطر. ولد اختي هو اللي بغى يكب هاد الطنجيه. قلت له يلا نشوفوا المفاجاه كاملين، انا وانت والمشاهدين. ان شاء الله تكون هاد الطنجيه كما شفتم ما تحرقت، ما حتى شي حاجه، راها جات واعره وزوينه. وفاش كبيناها راه جا فيها واحد الريحه غزاله ديال داك الكامون المصير السمن، وطابت مزيان. وحتى العظومه تسلتو من اللحم تبارك الله ما شاء الله. طابت على خاطره ولكن طابت غزاله جات، والريحه والمذاق ما نقول لكمش كي داير، رائع صراحه الله. صافي هذه هي الطنجيه ديالنا بعد ما وجدناها وطابت، جات زوينه، جات يعني الريحه غزاله، المذاق زوين، كلشي فيها واعر. وتحيه للمراكشيين، طبق رائع اللي اخترعوه، جا واعر بزاف. واللي داق هاد الطنجيه راه ما يقدرش يتخلى عليها. ونتمنى تعجبكم وتجربوها مع العيد الكبير ان شاء الله، وتعجبكم المذاق ديالها. واللي ما عندوش هاد الطنجيه ممكن يديرها في الكوكوط، راه حتى هي كتجي زوينه وكطيب، كتجي رائعه. ونتمنى تعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، وبسلامه عليكم.